راح نوريك واحد الغوسيت سهله تاع 5 دقائق وطيحي بها شاف على كاع الغاشي. سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو تاعي بأحسن الأحوال. اليوم حبيت نشارككم بهذه الوصفة اللي كنا حضرناها في العرس تاع وليد عمتي من أيادي تاع بنات عماتي. ربي يحفظهم ويطول في عمرهم، اللي هي عش البلبل، والعجينة تاعها اللي تقدروا تحضروا بها العرايش كما تقدروا تحضروا بها التراك المرمد. بدون إطالة راح نشارك معكم المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفة. ابقوا معايا وفرجة ممتعة. نحتاج في الوصفة تاعنا إلى كيلة زيت، كيلة زبدة ذايبة، وكيلة حليب، قرصة تاع ملح، ومركز ماء الزهر. رايحين نحتاجو الملعقتين إلى سكر ناعم. اول حاجه رايحين نديروها كما راكم تشوفوا، درنا الكيله تاع الزيت تاعنا، رايحين نزيدوا لها الكيله تاع الزبده اللي كنا ذوبناها، اللي كنا صفيناها بطبيعه الحال. كما راكم تلاحظوا درنا الكيله تاع الزيت والكيله تاع الزبده الذايبه، وضفنا لها القرصه تاع الملح، ورايحين نضيفوا ملعقتين تاع السكر الناعم. وهنا بتعمتي راهي تشوف اسكو هذيك الزبده راهي بارده، يعني بردت. بعد هذا نضيفوا الكيلة تاع الحليب ونخلطوا كامل المكونات جيدا بهذه الطريقه. وكما راكم تلاحظوا التصوير كان تلقائي، يعني ما حضرنالوش ما وجدنالوش. كانت هي تخدم لانه كنا مزروبين، كانت هي تخدم وانا نصور لكم. قلت ما نخليش الوصفة والمشتركات تاعي تجوز غير هكذاك. بعد هذا نبداو نضيفو في الفرينة تدريجيا، وكما راكم تشوفوا نغربلوها. في هذه الأثناء ضافت القليل من مركز ماء الزهر، وكملت تضيف الفرينة. كما راكم تلاحظوا العجينة ما فيهاش يعني خميرة الحلوى، مكوناتها بسيطة. والعبر اللي تقيسي به الكيلة تاع اللي تقيسي بها تكون كاس، تكون ديري على واش تحبي الكمية تخرج لك. ووقعت لي بلي العجينة هذه تقدري تخدميها وتخليها في الفريجيدار، كل ما ارتاحت كل ما كانت النتيجة والحلوى تاعك تكون ما شاء الله. نكملوا بهذه الكيفية نلموا كامل العجينة تاعنا وحتى نتحصلوا على عجينة متماسكة طرية، ما فيهاش هذوك التشققات. رايحة توريكم بنتعمتي كيفاش تلقاوها في الآخر. هاي ليك لمينا كامل العجينة ديالنا. وهنا راهي توريكم كي تكوروها، مش راح تلقاو هذوك التشققات اللي تكون في العجينه. لتم تعرفوا باللي العجينه تاعكم خلاص راهي مليحه وطريه. نخلوها ترتاح. بعد هذا بعد يوم احنا رولناها في الليل، وفي النهار جبدناها من الفريجيدار وبدينا نشكلوا بها. راهي بتامتي هنا تورينا انا واختي رحنا باش نعاونوهم. هاي ليك توريكم كيفاش تشكلوا الكعكات تاعكم. رايحة تعاود معاكم وحدة باش تشوفوها بالتفصيل. شوفوا بعد ما تشكل الحربوش ديالها من تحت تحاول انه ديرو حاد، وبعد هذا من الفوق يعني الطرف الاخر تفتح كامل هذيك كيما اللمبوط، ورايحة دير وحدة في قلب وحدة وتغلقها بهذه الكيفية. هنا راهي فتحت معكم عجينة. هذوك الكويرات كامل قستهم بالميزان، والله ماني شاف الحبة شحال دارت فيها، والحشو كذلك قاسته بالميزان
كلش راح مكيل باش هكذا يجو على حبة واحدة. بعد هذا تفتح الحشو تاعنا درتو باللوز، رايحة تفتحو هكذا حربوش وديروه في قلب العجينة ديالنا. هاي ليك وتبدا تلم ترولي في الحربوش ديالها بهذه الكيفية. والصورة راهي أبلغ من التعبير. هاي ليك بعد هذا تحكم كامل هذوك الأطراف تستويهم هكذا بهذه الكيفية. رايحة دير طرف واحد على شكل حاد والطرف الآخر تفتحه بهذه الكيفية وتغلق الحبيبة ديالها. ايوا قعدي تعاودي، فهمتي؟ صاي ما نقعدش غير نوري لك، نورمالمون راكي فهمتي، سهله ماهله. بعد هذا نجوزو مباشرة باش ننقشو الحبة ديالنا. كما راكم تلاحظوا قلت لكم جوزو كامل صاير داير على الحبة تاعكم، تنقشوها هكذا من تحت. بعد هذا كي تكمل التوغ تاعها رايحة ديرلها تنقشها كامل من الفوق. وكي تكمل الحبيبات تاعها تخليهم يرتاحوا. كي تكملهم ديرهم في الصينيه ورايحه دير لهم القطايف من الفوق في وسط الحبه تاعها، ودير لهم 3 حبات تاع البندق من الفوق وتدخلهم يطيبوا على 180 درجه. بعد هذا نجوزو مباشرة نخليكم تكملوا المراحل ونجوزو مباشرة باش نعسلو الحبات تاعنا كي يخرجوا من الفرن. بعد ما طابوا الحبيبات ديالنا رايحين نوضعوهم فوق الشبكة ونديرو سنيوة تحتهم وهما سخونين رايحين نعسلوهم. كما راكم تشوفوا اختي هنايا راح تغسل فيهم، ديرلهم كامل فوق الوجه الفوقاني تاعها وتخليهم يشربوا مليح مليح. بعد هذا رايحه ديرهم في الكيسات مباشره، ديرهم في الكيسات هكذا باش يحكموا الحسل ديالهم. حبيت نشارككم حبيباتي بهذه الوصفة حتى تجربوها، لما لا، في العيد اللي راح على الأبواب، اللي نتمنى ربي يدخلوا علينا بالصحة والعافية ويتقبل منا صالح الأعمال والصيام والقيام إن شاء الله يا ربي. ولما لا تحضروها في مناسباتكم اللي قادمين إن شاء الله مع لاتاي. نتمنى أنكم تجربوها وتنجحوا فيها أنتم كذلك. ما بقى لي نقول لكم نتلاقى بكم في فيديوهات أخرى، أترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.